كان يا مكان، والصلاة والسلام على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في صباح يوم مشمس قرر مازن ومحمد يعملوا حفلة كبيرة في البيت. كانت المفاجأة إنهم عايزين يجهزوها لوحدهم. ماما قالت وهي تضحك: ماشي يا أبطال، بس من غير كركبة. قال مازن بثقة: ولا همة يا ماما، كله تحت السيطرة. ضحك محمد وقال: هنخليها أحلى حفلة في الدنيا. خرجت ماما تشتري حاجات وبدأوا التخطيط. مازن قال: أول حاجة نزين الصالة. جابوا البالونات، نفخوها بسرعة، بس واحدة منهم انفجرت في وش محمد. صرخ وقال: دي هجمت عليا. ضحك مازن جدا وقال: شكلها مش عاجبها الحفلة. قرروا يعلقوا الزينة. جابوا الشريط اللاصق ولصقوه على الحيطة، بس الشريط مسك في شعر مازن، قعد يلف نفسه كأنه مومياء. ضحك محمد وقال: ده شكل الزينة أحلى عليك يا مازن. رد مازن وهو يضحك: تمام، كده عندنا ديكور بشري. بعدها راحوا يجهزوا الكيك. جابوا الدقيق والسكر والبيض. قال محمد: أنا الشيف الكبير. قال مازن: وأنا المساعد الخطير. بس أول ما كسر البيضة وقعت كلها على الأرض. قال محمد بضحك: دي خرجت قبل الميعاد. جمعوها بمناديل وراحوا يكملوا، لكنهم نسيوا السكر. الكيكة طلعت من الفرن شكلها حلو جدا. قال مازن: شكلها تحفة. محمد ضاق قطعة صغيرة وفجأة صرخ: ياه، دي مرة. ضحكوا لدرجة إن الكيكة وقعت على الأرض تاني. في اللحظة دي رجعت ماما، وقفت عند الباب وبصت على الصالة. بالونات في كل مكان، كريم كيك على الحيطة، وشريط لاصق على شعر مازن. قالت بدهشة: إيه ده يا ولاد؟ دي حفلة ولا فيلم أكشن؟ قال محمد بخجل: حفلة تقريبا. ضحكت ماما جدا وقالت: مش مهم الحفلة، المهم إنكم حاولتوا تعملوا حاجة بنفسكم. مازن قال بحماس: بس المرة الجاية هتكون حفلة مظبوطة جدا. محمد أضاف: ومش هننسى السكر أبدا. ضحكوا كلهم سوا. ساعدتهم ماما في تنظيف المكان، وبعدها عملت كيك جديدة معاهم، طلعت أحلى وأطعم. علقوا الزينة من جديد وشغلوا موسيقى مرحة ورقصوا وضحكوا طول اليوم. وفي نهاية اليوم قال مازن لماما: أجمل حاجة إننا ضحكنا كلنا سوا. ابتسمت وقالت: الضحك دايما أحلى لما نكون مع بعض.